النهارده احنا في اي رايد جايب لك موتوسيكل نزل في السوق المصري، عمل نجاح كبير قوي واختفى من السوق. بس كانت في حاجه ملحوظه انا لاحظتها كده في البايك ده، بالذات في الموديل ده من شركه زونت اللي هو الاي دي في 350 سي سي. البايك ده لما نزل كان 310، بعد كده رقوه خلوه 350 سي سي. اكتشفت في الاوان الاخيره ان ناس كتير لما امتلكت الموتوسيكل اللي انتوا شايفينه ده محدش قرر يبيع. معنى ان محدش قرر يبيع ان البايك ناجح، انا مش محتاج ان انا اغيره. حاجه هي ولا عاليه قوي ولا هي واطيه قوي، وفي نفس التوقيت بيركب فيها ثلاث بوكسات، واحد من اليمين واحد من الشمال واحد من الجهه الخلفيه دي، فبيبقى عندك ثلاث وحدات تخزين. بيتميز بايك زونتس ان هو في الكامل ال سي دي، شاشه بتعلى وبتوطى، فرامل اي بي اس مش سي بي اس، عشان في اختلاف بين الاي بي اس والسي بي اس، هنبقى نشرح الموضوع ده في حته تانيه. وعندك سكرينه بتعلى وبتوطى الكترونيك كهرباء، عامل لك انجن جارد في كل حته، واحد على ايدك واحد في الجراب كده زي ما انتم شايفين. بالنسبه للركوبه بقى بتاعت زونتس، عايز اقول لكم البايك عالي، انا طولي 175. بالنسبه للبايك عالي جدا عن الارض، يعني بصوا، لان هو ركوبه ادفنتشر. انسى بقى كلمه ان هو صيني. النهارده شركه زونتس نزلت حاجه كواليتي انا شايفها عالي قوي، زي فكره زونتس ام 310 اللي هو السكوتر. اول ما نزل كان ب 53000 جنيه، النهارده عدى ال 180000 جنيه. فالقصه كلها في ان هو عايز يكتسب ثقه السوق المصري، في ان هو يقدر ان هو يدفع ويشتري البراند بتاعه. تمام، لان النهارده لو انت عايز تجيب لي حاجه ادفنشر ياباني هتلاقي ارقام فلكيه كبيره. فالنهارده البايكات الصيني اتطورت بشكل كبير جدا، وعلى فكره هي مش عندنا بس، يعني بره عندك في الهند، في الصين، في اليابان، في تايلاند، في الحتت دي هتلاقي بايكات حتى لسه احنا ما ظهرتش عندنا كلها، فئات صيني بس كواليتي بتاعتها عاليه. هو هنا عامل لك كل حاجه انت محتاجها. اولا هو تبريد ميه، تمام كده، سكرينه بتعلى وبتنزل الكترونيك، عندك عامل لك انجن جارد على ايدك، عندك عامل لك انجن جارد كده من الجنب، انت مش محتاج تعمل اي حاجه خالص. الحاجه بس اللي انت ممكن تركبها، عندك ثلاث بوكسات هيركبوا كده في الظهر، والقعده بتاعته قعده مريحه جدا، السكرينه كويسه، ممكن ان انت تغيرها بس دي حاجه هتبقى اكسترا من عندك، ان انت تكبر السكرينه نفسها. بس هل المكنه بتاعت الرفع هتستحمل ان انت تكبر دي ولا لا؟ دي بصراحه مش معلومه مش عندي، بس اعتقد ان في ناس عامله حاجه زي دي. بصوا، ضغطه زرار تنزل، ضغطه زرار تطلع معاك، تمام. عامل لك انتظار، اللي هنا نظام المحرك انجكشن، عامل لك ايكو، الاي والاس يعني بيقلل من حرق الوقود. دي حاجات كلها بتتميز من شركه زونز. قطع غيار بقى ما اقدرش اكدها عليكم الا في حاله واحده، ان انت تسال المعرض اللي انت بتشتري منه. بالنسبه بقى سعر الزونتس تي 350 سي سي، طبعا احنا معانا مستر بلال، فاكرينه ها؟ النهارده حابب اقول لكم ان هو هيودعنا اخر يوم في معرض اي رايد، عشان الراجل خلاص مسافر رايح الجيش. فيا باشا ممكن تشرفنا لو سمحت على عيني. الله يكبر، بلدي ووطني. خد يا صاحبي. قول لي اولا هو سعره عامل كام عندك هنا؟ سعره عامل 184 وقت تصوير الفيديو، الفيديو. تمام. تمام، في منه ده اللي بمقصين، تمام، وفي منه حاجة تانية بمقص واحد، يعني من الناحية دي كده. اه بص بقى تمام، المعلومات بقى. من الناحية دي زي ما انت يطلع. بس معلومات. من الناحية دي ده كده مقصين، تمام. تمام، بيبقى باين مقص من هنا ومقص من الناحية التانية. اللي بيبقى بمقص واحد بس الجزء ده كده كله بيبقى متشال، تمام، بيبقى زي مثلا البايكس الدوكاتي، تمام، بيبقى العجلة كلها باينة من عندك من هنا. ده بيبقى عامل 188 برضه وقت تصوير الفيديو. فرق مش كبير. اه، يعني الفرق تقريبا ما انا بينهم شفته قبل كده. تقريبا 4000 او 5000 جنيه، بس هو كشكل هو افضل بكتير هو جدا ده كان يعني. موجود في 310 بس هو ده كان موجود في 310. الموجود في 310 وال 350 انا فاكر في حاجه زي الاثنين. دي. اوكي. طبعا انت هنا، بص يا معلم، هو طبعا واحد سلندر، تمام، 350 سي سي. هو عامل لك اثنين فتحه للشكمان، حلو. بس هو مش معنى ان هو اثنين فتحه للشكمان يبقى اثنين سلندر، لا، هو واحد سلندر، جميل. طبعا انجكشن، التبريد بتاعه ميه. عايزك تيجي تبص كده معايا من هنا، تعالى من هنا. انا شايف ان هو حاطين ميه. بص هنا الراديتير، عندك جزء كبير جدا من الراديتير هنا، تمام. ولو جيت الناحيه الثانيه هتلاقي في جزء برضو تاني من الراديتير مكمل داخل من هنا، ومكمل اهو جزء صغير هنا. فكل دوت تبريد ميه بتاعك، فبيديك احسن اداء واحسن تبريد للبايك. لو حبيت تزود بتزود. وهنا عندك قربه، قربة عامل لك قربه ميه هنا، تقدر تزود منها الميه. تمام. الميه البين. طبعا هو بيبقى فول ليد، تمام. احنا ندوره بس عشان الانوار تبان. انتوا عارفين هو مستني ايه؟ استني الانجكشن، معرفش الصوت ده كان باين ولا لا. يعني عشان الناس تبقى فاهمه باين بس، لكم بس الصوت تاني. ان انت بصوا، اعتقد انتوا سامعين زنه، دي زنه انجكشن، ما تدورش غير لما الزنه تقف، هي واقفه. هو طلع طلع.
هنوقف بس الانتظار. طبعا الشراطه ايه باينه عادي جدا. تمام. عايزك تيجي تبص كده معايا. تعالى بص. عامل لك هنا في عامل لك في الكتله اليمين والكتله الشمال. انت لو طفينا كده النور هتبقى في الكتله دي هتبقى مطفيه. ده كده النور الواطي بتاعك. انت بالليل بيقوم منور لك كده، بحيث برضه ان انت لو طالع على طريق الدنيا ضلمه جدا فانت شايف الكتل وشايف الزراير بتاعتك كلها باينه قدامك. حلو. عامل لك هنا فتحه التانك بزرار. تعالى 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 ما تكسفش. تعالى. تعالى يا عم. عامل لك التانك بتاعك الفتحه بتاعته بزرار كده. تمام. التانك بتاعه 19 لتر. جميل. عامل لك درج صغير خالص كده هنا قدام تحت الشاشه. تفتحه كده تقدر تحط فيه المفتاح بتاعك مثلا، وفي الاغلبيه مش هياخد حاجه غير المفتاح يعني، فانت بتحط فيه المفاتيح بتاعه. طبعا المفاتيح بتاعته بتبقى بصمه. تمام. ممكن فلوس ممكن مثلا ماشي شغال. هو لسه بيجي معاه موضوع الابلود موجود كل حاجه بتاعته موجوده. جامد قوي. بيبقى معاه ستراب تقدر تحط فيه ايوه الساعه او علبه كده شيك قوي، حاجه فخمه. المفتاح بتاعه يعني. جامد قوي ده. مفيش بقى جو المفاتيح الحديد والمعدن والجو ده، مفيش خلاص بقى انسى الكلام ده. بص انا عايز اوريكم برضو قد ايه البايك عالي. يعني انا طويل، انا مش قصدي حاجه يعني، بس انت انا انا 175 وانت كام؟ يعني انا 188. يا راجل يعني طبعا برضو وانا قاعد على البايك يعني يكاد يكون رجليها تعتبر مفروده، يعني هي سنه استنى، صغيره. تعال. بص يا جدعان، انا قاعد اقسم بالله مريح جدا، ولسه في مسافه ورا وقدام شويه يعني انا ممكن اقرب عليه، بس لا انا قاعد مستريح جدا. لو في بوكس ورا كمان حاسس ظهري وانا تمام. انت يعني حاسس مثلا باي حاجه؟ ولا الهواء يعني انت تمام؟ ولا الهواء. انا حاسس ان في فرق كبير بيني وبينك اصلا. وتعالى تعالى تعالى اكتشفت حاجه صغيره كده. تعالى بص 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 هنا. في فتحه يو اس بي صغيره من هنا، تقريبا فتحتين، فتحه يو اس بي وفتحه تايب سي. انت عندك فتحه يو اس بي وفتحه تايب سي، ما اعرفش باينه في الكاميرا ولا لا. دخل الكاميرا كده. بص ادي واحده يو اس بي وواحده تايب سي. اقول لك على حاجه، انا عاجبني قوي فكره ان هو عالي على الارض، عشان انت عارف في بلدنا اللطيفه الدنيا بتبقى مدغدغه ومكسره، فاعتقد ان هو عالي على الارض دي حاجه كويسه. هنا بصوا عاملين الرفرف الامامي مدبب كده، هو منقسم لاثنين، رفرف على هنا ورفرف في الجزئيه اللي انتم شايفينها دي. طب بالنسبه لقطع الغيار هل هي متوفره؟ عندنا احنا ان شاء الله هي متوفره، هي متوفره معظم الوقت. تمام. حتى هيك قطع الغيار شايف هناك صور كده هناك. شايف العلب الكرتون دي كل دي كده المفروض قطع الغيار بتاعت زونكس. اوكي. فهي موجوده عامه، واي حاجه غير قطع الغيار اللي هي الاساسيه اللي هي الفلاتر التيال الحاجات دي سيرفيس. يعني انت بتتكلم على انا الفبر بتكلم مثلا على فبر، على اه انجن جورد، على اللي اسمهم ايه الكتل الحاجات دي كتل، كلها. مرايات، انجن جارد، الحاجات سكرينات. دي مش قصدي حاجه، بس الحاجات دي طبعا سعرها بيبقى عالي شويه. تمام. فالحاجات دي مش بتنزل في المعارض كقطع غير متوفره بكميات، بس لا. تقدر تجيبها كطلب. انا اقدر اجيبها، انا بجيبها بطلب. تمام. اوكي. الحاجات التانية اللي هي بتبقى موجوده عادي بكميات بتبقى الحاجات الاساسيه بس، اللي هي الفلاتر التيال الحاجات دي كده كلها بتبقى بس كده صح، لان النهارده ما لسه بقول لهم انا جبت طنبور وتنين قدام في الكي لايت ورا. انا دفعت، هو ده الراجل عشان يعرفني 500 جنيه. بسم الله ما شاء الله. فالطبيعي بره لا، انا سمعت في طنبور الامامي عندي 750 جنيه. ده طنبور اللي انا كنت بجيبه ب 120 جنيه، فكنت بغيره نظافه. انت لما بتيجي تاخد منه موتوسيكل، الناس هنا صراحه بيقول لك لو قطع غير متوفره او مش متوفره في كلتا الحالتين هيقول لك، بس مع عشرتي معاهم ان هو حتى لو هي مش متوفره بيجيبها لك من قلب الشركه. يعني لان اي معرض بيبقى بيتعامل مع الشركه الام، في عربيه بتطلع لهم مثلا كل اسبوع، فهو بيهتم جدا بالعملاء بتوعه. دي كده كانت معلومه سريعه على زونز. فرد في الكي لايت داخله في 600 700 جنيه عشان يجيب طنبور وتيال، ما بالك بقى هنا هيبقى كام؟ عشان كده ارجع تاني اقول ان السيرفيس النهارده بقى بفلوس كتير قوي، فلازم تحسبها كويس. بصوا شكل الاوكزوست، بصوا الفرده الخلفيه، عاملين المقص بشكل احترافي جدا وعريض، حاجه كويسه قوي. بصوا عدة البيئه قد ايه، عدة البيئه كبيره على فكره. بس عشان تبقوا فاهمين كسيرفيس النهارده بايك زي ده بفلوس والله. يعني كي لايت انا عايز اقول لكم، انا عملت بس طنبور امامي بتيلين داخلين في 600 700 جنيه. فهنا انت بتكلمني في فلوس، في رقم والله. اقل حاجه بقت بفلوس النهارده، سواء الطنبور سواء التيال. انا بكلمك في السيرفيس بس، سيرفيس بس، مش بكلمك في حاجه لا قدر الله حصلت. اما بقى الباغات والحاجات دي زي الباغات دي والحاجات دي، لا دي بفلوس كتير قوي. فلو هتجيب حاجه شبه دي لازم تكون حد مقتدر، لازم تكون بتحافظ على حاجتك كويس، عشان النهارده بقى الوضع مش الطف حاجه. لو لا قدر الله حاجه حصلت